أنا والله لا أفهمك أسعد، كيف تفكر وكيف تقول يعني ازداد في المغرب وكبر، يعني وش هو المشكل؟ يعني يزداد في المغرب وش هو المشكل؟ يبقى جزائري، هو رجال جزائري. أنت عندما تتكلم عن بوضياف تقول عاش في المغرب، هو عاش في المغرب. لا عاش، لا 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 لا, لا. لأنه بوضياف ذهب من الجزائر غضبانا في تلك الفترة، ذهب إلى وخرج من الجزائر وذهب إلى المغرب ليعيش في المغرب، لأنه قضى حياته في الثورة وقضى حياته في السياسة. بوضياف ليس كبوتفليقة ممكن عاش صغره وقرا، بس ماهوش كيما بوضياف ذهب كبيرا وعاش في المغرب. خلينا نرجعوا للبوضياف، بوضياف شهيد، مات مغدور، غدروا الذي غدره، والذي أتى به هو علي هارون. الذي ذهب إلى المغرب والذي أتى به بوضياف هو علي هارون، وما زال ما زال لحد الآن هو حي، ما زال لحد الآن هو حي، وقتلوه وجرى الذي جرى، وهذاك طيب والصلاة على الرسول. الله يرحم بوضياف، الله يرحم بوضياف. لا 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 لا, لا لأنه ما عندناش حتى إذا كان تكلمنا عن بوضياف نتكلم كلام قليل وصاي، لأنه لا نعلم أي شكون يقتلوا ولا من أي طرف ولا من أي جهة، يعني كلها كلمات وكلها يعني ما عندناش دلائل، لازم نتكلم بالدليل والبرهان. اوكي يا شاوي، هذا مكانه. السلام عليكم. شاوي السلام عليكم. يا ادم لحظه، يا ادم خلني صوت بصوت لحظه، صوت بصوت، اصبر دقيقه واحده. نحكي لك قصه بوضياف. انا جزائري ماشي مغربي، احكي لك ايوه انت جزائري، انا اللي جزائري. اوكي دقيقه. شوف محمد بوضياف ولد مانيش نهضر معك، راني نهضر مع اسعد الله يرحم باباك مات. شوف ولد محمد بوضياف، نعطي لك ادله للمغاربه لو سمحت، نعطي لك ادله باللي المغاربه ما عندهم حتى علم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نعطي لك المغاربه بلي ما عندهم حتى علم، وراهم يخرفوا برك ويحكوا باش يحكوا. شوف ولد لا اله اسعد، السلام عليكم على خير. هذا من الاقارب يا اسعد، هذا من الاقارب يا اسعد، هذا من الاقارب. سبحان الله يا سبحان الله. لا هذا يا سبحان الله. ايهما شوف الذي ولد لطفي او يتكلم لطفي. شوف ولد. طيب اعطي ادم فرصه يا اخي، بعدين طارق، بعدين انت. يا اخو نحكي لك انا على قصه تمتم خفيفه، على قصه محمد بوضياف وننزل. شوف باش نعطي لك ادله بلي هاد المغاربه اخواننا المغاربه ما عندهم حتى علم على محمد بوضياف، يحكوا برك. قالت لك زاد في قسنطينه، محمد بوضياف زاد في ولايه المسيله من عرش ولاد دراج في ولايه المسيله، وسكن في مدينه قسنطينه، ومن بعد راح تربى في مدينه في القصبه الجزائريه العريقه هكايا. ومن بعد ذاتك من مؤسسين الثوره الجزائريه. هدايا راك تحكي عليه محمد بوضياف ربي يرحمه. دوك انت شكون تامن مغربي ولا تامن وليدو؟ انت اسعد. هل فعلا انه قتل؟ لا اله الا الله. مانيش نحضر معاك، يهضر مع اسعد. هذا العقيد لطفي، هذا ما رضي يقر يا عقيد لطفي، قر انت عقيد لطفي من حق وهران، قر الله يرحم لك الوالدين. اصبر خلني اكمل. ادم انت ابقى معنا شوي، لانه انت بتدخل ما هوش دورك اصلا. بوضياف قتل بسلاح اسرائيلي. صح دوك صح اسعد. لحظه، بسلاح اسرائيلي. خلي اسمع طارق، لانه هو كان قبلك. نقول لك شكون قتلوه بسلاح اسرائيلي. انا نقول لك شكون تامن ابن بوضياف يتكلم، دار كيما نقولوا دار مقابلات صحفيه مع اعظم صحفيين العرب، ولا تامن واحد يجي يحكي لك في التيك توك. طيب يا ادم لماذا قتل يا اخي؟ حتى بعد قتلوا انذاك ميتيرون، لانه من مؤسسين فرانسوا ميتيرون اللي قتلوه، لانه من مؤسسين الثوره الجزائريه. وشكون بقى غير محمد بوضياف انذاك اللي زعيم. بالعرض فمك راني نهضر مع اسعد. توفيق عندك دليل طارق، خليني نهضر معاه، نهضر مع اسعد، مانيش نهضر معاك.
طيب يا قتلوا آدم، فرانسوا آدم ميتيرون. آدم بشويش بشويش يا آدم، بشويش دقيقة واحدة. تقدر اسعد، تقدر تروح الجزيره، فيها مقابلات صح. خليني نكمل انا نهضر الشاوي. كاين في الجزيره ملاقات صحفيه مع وليدو ناصر بوضياف، وليدو ابنه ناصر بوضياف. وليدو ناصر بوضياف هو اللي تكلم، قال لك قتلوا فرانسوا ميتيرون. وانا على بالي علاش الوقت الحالي يا سي اسعد جبدتوا قضيه محمد بوضياف، لانه على بالي وناكو حايبين توصلوا. انا نعرف القضيه مليح ونعرفك انا من متبعين تاعك هكا اسعد. نتايا باش تجبدوا تقولوا باللي قتلوا خالد نزار ربي يرحمه، هادي بون خليها تكوتي، هذه خليها على جنب، هذه ومن بعد نوليها لك. ما قتل خالد نزار، ما قتل خالد نزار. نولي لك الحسن الثاني، راني جايك نولي لك الحسن الثاني. كي راهم يقولوا اخواننا المغاربه وجيراننا المغاربه بلي محمد بوضياف كان بطل وكذا، هل يعقل السته اللي كانوا على متن الطائره اللي كان معاهم محمد بوضياف واحمد بن بله ومحمد خيضر والكاتب مصطفى الاشرف وكامل، كانوا جايين بطائره من المدينه المغربيه رايحين بها لتونس، شكون بيحوا وهبطوها في الجزائر وسجنوهم؟ هذيك اختطفت، هذه وحده اختطفوها الفرنسيين يا حبيبي. شكون اللي بيعهم؟ ما بيعهم، هو اللي طلعهم الحسن الثاني اللي توسط لهم. هو اللي بيعهم، قال لهم كانوا عندهم اتفاق. اتفاق. لك بالله، يا اسعد تاريخ بلادي هذا. انا لحظه، انا قريت القصه هنا. ما قريت نجيب لك كتاب وليدو. اخي لحظه كثير وقت الله يخليك. شوف ما نسمع لك. اسعد صلي على محمد. ادم وين راح ادم؟ صلي على محمد. ادم نزل. اسعد عليك تسمعني. اسعد ما نسمع لك شيء يهضر مع اسعد. ما تفوتش الدول. لحظه ما اسعد ادم. اسعد لحظه، انت شكون؟ ادم وينك؟ نزل اسعد، نزل من قليل. من نزله؟ اخي اسعد، اقول كلمتي واهبط ان شاء الله. لا نكمل وهضر. كنت قد كنت تقول اشياء ترهات. السلام عليكم اسعد، انا واحد ما يقمعني. يا اخي طارق، لحظه انتوا قاعدين تخربطوا الان. اسمع هذا ليس أسعد. اخي المشروع طارق السياسي لبوضياف. اخي اسعد، المشروع السياسي لبوضياف رحمه الله عليه، لان قال الجزائريون يقولون اشياء والله تضحك، الى درجه انه كما قلت لك قبيله انه حتى الشهيد ابو ضياف لم يعتبروه شهيدا واعتبروا اللقلقه شهيدا. اذا انا اقول فقط ان المشروع السياسي لبوضياف كان دولة مدنية لا عسكرية. هذا هو مفترق الطرق بين بوضياف والعسكر. أقول لك هذا يعني لأن بوضياف في الفترة التي أتى إليها في الجزائر هي فترة انتقالية لحكم ما بين للمصالحة بين التيار الإسلامي الذي انتزع من الاقتراع، انتزع شرعيته مقابل واحد العسكر الذين يريدون الحكم في الجزائر، والدليل على ذلك يحكمون الى يومنا هذا. اوكي، انا اشكرك ادم، انا برجعك يا ادم، انت لك حق. يا لطفي، العقيد لطفي، تفضل العقيد لطفي. يزيد فضلك ماذا بي انا واحد ما يقاطعني، يعني ما قاطعتوش خليته يتكلم. بون لا نولي لك محمد بوضياف انت شكون تامن اللي راهم يخربطوا، ولا تامن ابنه بلي عظمت لسانه كما يقولوا باللغه العربيه، ابنه ناصر بوضياف، لانه قتلوا. نعطيك دليل باللي قتلوا فرانسوا ميتيرون، لانه بقى غير هو من كبار المجاهدين في الجزائر، من رموز الثوره اللي علوا الثوره الجزائريه، اللي علوا الثوره التحرير في اول نوفمبر. بقى غير هو. ايش معناه الفرنسيين قتلوا هذا فقط؟ كيفاش؟ طيب بومدين قلت انه جاهد وقاتل، لماذا لم يقتلوا الفرنسيون؟ بومدين قتلوه. بومدين قتلوه صدام الحسين، سموه بصدام الحسين الحاج. بومدين سموه صدام الحسين، اطلطالو السم، جا من العراق. بومدين جا من العراق، منا دخل المستشفى.
اسمعك تحكي معه، ماكش تحكي مع واحد هكا عن. نزيد لك كي راهم يحكوا يقول سمعت الاخ مقبلات مغربي يحكي لك على الارهاب، يحكي على الارهاب انذاك. ما تنساش باللي برعايه المغرب كانت قاعده خلفيه سي اسعد، كان تما كان حسن تاني كان امير القاعده الارهابيه اللي هو العيايده امير القاعده الارهابيه كان في مراكش مخبي سي اسعد، ما تغلطش، راك تسمعني؟ العيايده وراح ليه الجنرال برحمه الله عليه خالد النزار، راح يديمونديه، راح طلبوا من عند الحسن الثاني، كذب حسن الثاني قال له ما راهوش عندنا، وعطالو الدليل بحراسه العيايده راهو يهضر فيها بعظمه لسانه. العيايده تقدر دير بحث عليها، هذه بالك ما قالوها لكش المغاربه، راك تسمعني؟ ايوه العيايده ويحضر فيها بعظمه لسانه. الجنرال العماري ربي يرحمه، قلت لك العماري الجنرال خالد نزار كي راح ديمونداه حسن الثاني نكر تما، كي قالوا راهو في القصر الفلاني بحراسه ناس فلانيين، تم اللي عطاه له، كان يساوم فيه بالصحراء الغربيه. هذيك الضربه حسن الثاني برحمه الله عليه، حنا نترحموا على الاموات. تما في هذيك اللحظه في هذيك اللحظه باش عطاه له، حب يساوموا بالصحراء الغربيه. زيد وسي محمد بوضياف يعيطوا له سي الطيب الوطني، قتلوه. من قتله؟ من عباك شلون قتلته؟ دوك انا نقول لك شغل اللي قتلوه اسعد، انت حايب تسمعها. قتلته اختك الراقصه اللي راهي في بريطانيا. السلام عليكم، انا قلت لك شلون قتلته. تمام يلا سير، ونعم التربيه، ربوك ابوك امك. ولد العاصمه هذا رجل وكفى، احاول اطلعه. ابن الوطن هو رجل وكفى، حساب الاخر لا يعمل. شوف كيف تثبتها انه يترنح. طيب دوري وسبقت علي جزائريان يا اسعد. الامر صراحه لا احبه. ابن الوطن هذا رجل وكفى يا جماعه، كبسوا له الاخ، رجل وكفى. ايوه اخي ولد العاصمه. ثم مو كان قبل عبد الله وجده، ثم عبد الله وجده، ثم المهره. تقدم لنا ادله. انت مطالبه ايتها الاخت المهره انك تثبتي لي الان ان بوضياف كان يقول الصحراء المغربيه وشارك في المسيره الخضراء. ما لم فالحجه عائده اليك. تفضل يا اخي يا ولد العاصمه. طيب أول شيء يا أسعد لابد أن تنتبه للتدليس. الأخ لطفي الذي نزل قال أن المغاربة قالوا أنه ولد بالقسطنطينية، ولا أحد من المغاربة قال أنه ولد بالقسطنطينية. صح. نحن لم نتطرق أصلا لأين ولادته، فلا يدلس علينا. صح. نعلم أن الرجل ولد بالمسيلة. لكن أسعد لا بد من العودة إلى الوراء. أنا أراك تستبق الأمور وتذهب إلى مسدسه وقتله. قبل ذلك يا أسعد لابد أن نعلم أن الرجل كان ضابطا في صفوف الجيش الفرنسي، هو أيضا من العائدين من الجيش الفرنسي. وكان أول من يؤسس حزبا في الجزائر. إلا أنه أتفق مع أخي المهرة لم يكن سبب قتله فقط ولاؤه لفكرة الدولة المدنية، بل لأنه اختلف مع جميع أعضاء جبهة التحرير الوطني مباشرة بعد الاستقلال، حيث أنه طالبهم بحل هذه الجبهة ويعني وضع أسس لدولة مدنية بتعددية سياسية حزبية. فرفضوا الأمر وحكم بحكمين، أحدهما الإعدام والآخر 8 سنوات. فلما عفوا عنه بتدخلات من بعض الرفاق ديالو اللي كانوا معه، خرج إلى باريس ثم إلى سويسرا ثم انتقل إلى المغرب. هو انتقل للمغرب لأنه كان غاضبا من تردي الأوضاع في الجزائر، ويرى كيف أن أصدقاء النضال أصبحوا يقتتلون فيما بينهم. يعني استمر يقيم في المغرب حتى نهاية السبعينيات، حيث قام بحل هذا الحزب الاشتراكي الذي كان أول حزب يعني في الجزائر، وظل يقابل يعني مصنعه. كان عنده مصنع الياجور في مدينة القنيطرة. يعني ترك العمل السياسي واشتغل في الياجور. نعم، تفرغ لمصنعه في الياجور ولعائلته في المغرب. من مصنع الياجور إلى رئيس الجزائر مباشرة. شوف يا أسعد، لما جرت أول انتخابات في تاريخ الجزائر في تاريخها وفاز الإسلاميون بأغلبية ساحقة، قام الجنرالات
بالضغط على الرئيس الشاذلي بن جديد ليقدم استقالته، لأنه رفض يعني أن يوقع على مجموعة من القرارات الدموية. فهو رفض الاستقالة في البداية، لكن قامت بعض أجنحة الجنرالات